صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. لكل اللي عم يسمعونا عبر البث المباشر 103.5 موجة الاف ام، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وأبوير عربي، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مرة تانية بحلقة جديدة وضيف جديد. صحتك بالدنيا هو برنامج طبي توعوي عم نناقش فيه مواضيع طبية، طبعا بمختصين، بحضور مختصين، أطباء مختصين. ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم ملا محمود، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور إبراهيم. مساء الخير، شكرا على استضافتكم وشكرا للقناة كلها والعاملين على القناة، وأهلا وسهلا. شكرا دكتور. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا أغنوا لقائنا، أي استفسار فيكم تتصلوا بالرقم الأرضي 429 101. أيضا للي حابين عم يشوفونا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، عبر أي كومنت فيكم تبعتوا السؤال وأكيد رح نجاوب على أسئلتكم. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4 برسالة رح نجاوب على أسئلتكم. وللي حابين يتصلوا معنا ويشيلوا السماعة 429 101. ما تترددوا، موضوعنا اليوم مهم كتير، وفي يعني أخبار سار يعني لأهالي الجزيرة منطقتنا بتخص مجال العقم. أكيد رح نتناول اليوم موضوع مهم جدا للي ناقشناه ربما بحلقات سابقة، ولكن كان يعني ربما كان أقل معلومات، ولكن اليوم في عنا معلومات جديدة وأخبار سارة للمنطقة. لكن بالبداية الدكتور إبراهيم رح يشرح لنا بالبداية كما دخل موضوعنا شو هو العقم، شو أسبابه، شو العلاجات وآخر المستجدات في منطقتنا. بالبداية دكتور، ما دخل موضوعنا، يا ترى شو هو العقم وما المدة اللي لازم تحاول الزوجين زيارة الطبيب له؟ العقم هو تعريفه هو تجاوزا بنقول العقم هو نقص خصوبي. تماما. اسمه نقص خصوبي. فالعقم هو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب خلال سنين من الزواج الصحيح، انه يكون دائما الزوج والزوجة مع بعض دون استعمال اي مانع حمل. تماما. طبعا حتى السنة بالنسبة للعمر كمان له دور، يعني اللي فوق 35 نقول خلال 6 شهور لازم نبحث سبب عدم الإنجاب. نعم. أما أقل من 35 العمر بنعطيهم مهلة سنة، إنه هالسنة لازم يصير إنجاب بحال إنه كل شيء صحيح، علاقة زوجية صحيحة. تمام. فالمدة اللي هو اللي يحاول فيها الأزواج مثل ما قلنا السنة، وهالسنة طبعا كل ما بيتقدم الزوج أو الزوجة بالعمر بتقل نسبة الإنجاب. نعم، فرصة الإنجاب. نعم. يعني نحن راح نحكي إنه علاقة العمر بالعقم طبعا علاقة هي كتير مهمة. نعم. السبب ليش العمر له علاقة بالعقم. أيوة. مثلا عند المرأة
المرأة لما تولد كأنثى عند ولادتها بتكون عندها مخزون من البيوت حوالي 400 ألف بيضة. تماما. هالبيوت موجودة وين؟ بالمخزون اللي هو موجود وين؟ بالخزان اللي هو المبيض. مع الوقت تستعمل بفترة النشاط التناسلي تبلش تستخدم أو تستهلك هالبيوت كل شهر عن شهر. بصير بيقل العدد. تماما. عدا هيك مو بس العدد، بتقل الجودة النوعية. نعم. فهون عم ينقص العدد وعم تنقص الجودة أو النوعية، يعني بتكتر مع التقدم العمر تكتر الآفات الأمراض اللي هي بتحملها البيوت. نعم. فنحن بننصح دائما إنه الزواج المبكر اللي ليس هو مبكر بمعنى بالقاصر، لا، الزواج المبكر مشان يكون عندك نسل جيد تماما، خالي من الأمراض أكيد. الوراثية والأمراض اللي تنتقل عن طريق البيئة الملوثة، ففي فيروسات وكذا. أكيد. فكل ما كانت البيوت حديثة العهد فتية تكون هي قوية من ناحية الخصوبة والإنتاج والنوعية. فلذلك الأطباء دائما بيوصوا إنه الزواج المبكر هو مثل ما ذكرت إنه ما يكون بعمر القاصرات ولكن العمر المناسب. دكتور، الحكي هذا بيشمل الزوجين، يعني الذكر والأنثى، سواء كانت حتى في مفارقة بالعمر. تمام. العمر المثالي للزواج بالنسبة للأنثى هذا نعتبره سؤال هذا. العمر المثالي بالنسبة للأنثى هو العمر 25. حلو. العمر اللي ذروة القمة بالنضج عند المرأة هي عمر 25، وبعد 30 وبعد 35 يبلش التنازل والهبوط في الخصوبة. بالنسبة للذكر للرجل عمر المثالي 35. تمام. وبعد 40 يبلش بالهبوط بالتراجع. تمام. أيوة. حلو كتير. دكتور، من شوي حكيت عن موضوع انه علاقة العمر بالعقم، يعني مريت مرور الكرام عليه. لو نفصفصه هيك شوي بشكل اوسع، يعني يا ترى شو له علاقة موضوع العمر؟ هلا طرقت، يعني حكيت شوي من جزء من هلا شوف، بالنسبة نحن بنقول تناقص الخصوبة المتعلق بتزايد العمر يحدث من خلال عطب البيضة. عطب البيضة يعني أذية البيضة. أو البيضة تفقد نضجة أو جودتها مثل ما قلنا. طبعا بتصير هلا فروض المرأة كل ما كبرت بالعمر بتتعرض للإصابات، للأمراض، للأذيات الشعاعية، للتلوث. فهي كمان البيضة جزء من خلايا الجسم كمان تتأذى. كلام سليم. فنحن بالنسبة نرجع نقول العمر مهم كتير. عدا هيك كل ما بتتقدم المرأة بالعمر عم يزيد هرمون اسمه FSH. هذا الهرمون كل ما يزيد عم ينقص أو يقلل من خصوبة المرأة كمان. يعني كل ما زاد هالهرمون بتصل لمرحلة مبكرة من السن الحكمي، بسموه السن الضهي أو سن اليأس. نعم. قبل كان نسميه. فنفقد الشغلتين بالبيوت، العدد مع تقدم العمر. نعم. والأهم من الجودة. لذلك ننصح دائما بعدم الإنجاب بعمر متقدم بعد 40، لأنه فيها إصابات وراثية أو صبغيات أو مثل المنغولية، مثل إصابات الأمراض الصبغية اللي بتطلع تشوهات فيها. تماما. فالعمر كتير مهم. حابب ذكر مستمعينا على السريع للي حابب ينضم لنا 429-101 هو رقمنا الأرضي. مشاهدينا عبر البث المباشر، نحن بنتشكركم على سلاماتكم جميعا وفردا اللي عم يبعثوا سلامات. نحن بانتظار أسئلتكم. أي سؤال أكيد الدكتور إبراهيم المحمود اختصاصي بالجراحة النسائية من أقدم الأطباء بالمنطقة، وأيضا مدير مشفى النور بمدينة قامشلو، ضيفنا بالاستديو. عم نحكي اليوم عن مواضيع مهمة. بنهاية الحلقة أكيد رح نتطرق لموضوع
جدا مهم، وهو بشرى سارة لأهالي المنطقة بما يخص مجال العقم. دكتور، لو نحكي عن أنه المشاكل الصحية اللي أنه تتطلب عدم التأخر في زيارة الطبيب. الأول الفكرة شو هي؟ نحن عم نقول أنه نعطي مهلة سنة للزوجين، نعم، حتى نمتحن موضوع الإنجاب عندهم. نعم، إذا عدت السنة نبحث بأسباب العقم، عدم الخصوبة. لكن في حالات ما بصير نصبر كتير، تماما، في حالات بدنا نعجل فيها. فرصة ذهبية. بس شو هي المشاكل الصحية اللي لازم ننتبه لها حتى منعجل بزيارة الطبيب قبل هالمدة. صح. اللي هي مثلا ما عم تشوف الدورة، ما عم تجي تماما. الدورة الشهرية غايبة، أو في اضطراب، عدم انتظام الدورة، نعم. في ألم شديد بالدورة، بالطمس. في عندك أمراض بسموها مرض بطانة الرحم أو اندوميتريوز. هذا المرض عم يعمل مع تقدم الوقت عم ينتشر وبيعمل التصاقات وبيعمل عقم كتير مع ألم. فلذلك هذا عقم مزعج اسمه كمان، مؤلم. أيوة، مؤلم. ففي حالات مثلا وحدة معرضة لالتهابات بالحوض حول الرحم، كمان هي لازم ما نصبر ونقول ما صار سنة لا ما تروح على الدكتور. لا، في عندك المرأة اللي ممكن تحمل بهالفترة. ما بالمناسبة كل ما تقدم شهر عن شهر نسبة مو حكينا انه خلال سنة، لا يعني انه انتهت السنة لازم تحمل. خلال هالسنة شهر عن شهر بتزيد نسبة قابلية الإنجاب. يعني ممكن خلال الشهر الأول الشهر الثاني ما بنلاقي، ممكن بعد الأربعة خمسة تزيد نسبة الإنجاب. بالنهاية السنة عند وحدة خصبة عمرها 25 بشوف 90% أو 80-90% تحمل. فنحن هالفترة اللي عم نحكي فيها ما بنستنى السنة. إذا لاحظنا هالأمراض ضمن التهابات، وحدة عم تجهض، بصير اسقاطات كثيره، بدنا نبحث. نعم. بلكي في مشاكل تشوهات الرحم، في مشاكل كثيره الاسقاطات. طبعا بالنسبه للزوج، هلا عم نحكي عن الزوجه، كمان الزوج لازم نعجل فيه اذا شكينا بكثير شغلات عنده، انه هذا بزمانه تعرض لصدمات أذية للخصيتين. تماما، وارد. صار عنده نكاف هو صغير. تعرض لعمل جراحي فتق أيضا على المنطقة القربية، المنطقة. فكل شيء هالأذيات ما بنخلي إنه نستنى، لا بدنا نعد لتنتهي السنة نروح على الدكتور. فهي الأمور لازم ينتبهوا لها الأزواج إذا في هيك شغلة. طبعا هلا بنحكي بعدين إنه أكيد. لازم قبل الزواج النصائح إنه شو لازم يعمل واختبارات. أكيد الحكي هذا بيقع على عاتق الطبيب، اللي سواء كان اللي عم يزوره طبيب أو ما يزوره. هلا في أمراض، يعني في أمراض المريض ليش يروح على الطبيب؟ الألم هو السبب الرئيسي بيخلي المريض يلجأ للطبيب. فكل شيء هدول بساوي آلام، أو في مشكلة عقدة مثلا عدم إنجاب، كمان في مشكلة بينتبهوا للأزواج، حوالي الأزواج، العائلة اللي حوالي العائلة. فهون بسبب مباشر إنه لازم تروح على الدكتور. الدكتور هون بيلعب دور المساعد للعملية الإنجاب. تماما. نعم. هلا في الأخت جيهان والأخت أسمر باعتين سؤال، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، أنا سجلتهم عندي. نحن بنكون مسرورين لما بتشاركونا اللقاء والأسئلة. دكتور، هلا أي حد عم يسمع، يا ترى شو هن أسباب العقم؟ يا ترى في إلى الوراثة إلى دور، العامل النفسي، الأمور الثانية، يا ترى يعني سؤال وجيه بظن إنه شو هن أسباب؟ منيح، هو السؤال وجيه تمام. أسباب العقم، خلينا قبل ما بنحكي بالأسباب نحكي خطوات اللي بتتم فيها بالنتيجة يتم فيها الحمل. يعني الخطوات كيف هي؟ تبلش نحن الإشارة أو التعليمات تجي من الدماغ للمبيض. نعم، من الغدة النخامية، من ما تحت السرير البصري، من الغدة النخامية. هي بسموها هرمونات محرضة للمبيض مشان يبلش
يتكاثر بسموه جريبات. نعم، تشتغل يفرز. الجريبات اللي هي بدها تعطي البيضة. تمام. فهون هالهرمونات تبعت رسائل للمبيض، المبيض يفهم انه لازم يبلش ينتج البيوض. تمام، يستقبله آه. بيحفز. هون البيوض استوت جاهزة، نضجت، تفقس، تطلع البيضة. البيضة وين بدها تفوت؟ بدها تفوت بوقي. بالبوق. نعم. البوق اللي هو الطريق اللي هو يصل للرحم، نعم. بين المبيض وبين الرحم. نعم. يعني ينقل مثل الجسر اللي ينقل البيضة لوين؟ لجوا الرحم. تمام. لكن هالجسر او هالبوق له وظيفة. نعم. النطفة بدها تجي، بتمر من الرحم تجي على البوق، بنهاية البوق بتلتقي مع البيضة. تماما. ليش بالنهاية؟ آه. لأنه البيضة خلية كبيرة، أكبر خلية بجسم الإنسان. هي بدها تغذية. تماما. فالبيضة خلال 18 ساعة ل 24 ساعة إذا ما تأمن لها الغذاء بتموت. تماما. إذا البيضة تكون حية بهالتوقيت. حلو كثير. النطفة بتعجل، طبعا ملايين النطاف طبعا تهجم تغزو تهجم على البيضة، بس واحدة فقط اللي هي بتلقح البيضة. هي لازم انه شقد في بالساحة ملايين النطاف. نعم. البيضة ما بتقبل الا نطفة واحدة تلقحها. وبعدين بتعمل حصار قاسي، ما بتخلي اي نطفة تانية تفوت. حلو كثير. فهالبيضة تلقحت، صار في اندماج بين النطفة والبيضة. نعم. بدها تبلش تمشي بالبوق، تنزل يعني. تتدحرج، تنزل لا تصل للرحم. تمام. كم مدة بدها لتصل للرحم؟ 6 أيام لتصل للرحم. أيوة. بهال6 أيام يوم السابع بتعشش جوا. طيب هال6 أيام من وين بتجيب الغذاء؟ أيوة. البوق له وظيفة تانية عدا أنه هو جسر نقل. تماما. وظيفة التغذية. بتغذي هالبيضة طالما تتدحرج فيها، بتصل سالمة ومع انقسامات، وبتكب بنفس الوقت عم تكتر خلاياها. تعشعش، طبعا مرحلة التعشيش. حلو. الرحم بهالوقت بهال6 أيام عم تستنى العروس اللي جاية. تمام. عم تفرش لها فرش. نعم. اللي هي السماكة البطانة. بطانة الرحم. بتجي مثل انت عندك يعني أرضية فيها طين. تماما. الكرة بتلزق فيها. أرضية أما إذا بلاطة بتتدحرج تمشي. فالرحم عم يسمك حاله، عم يستنى العروس اللي جاي اللي هي بيضة الملقحة. تماما. بتعشعش هنيك. بعد هالتعشيش بصير عنا الجنين بينمو وبيكبر، وبعدين بتطور لمراحل ليس طفل أو جنين. فأي مرحلة أي مشكلة بهالمراحل نحن مسميها سبب من أسباب العقم. إذن هالخطوات هي كلها أي مشكلة، أي علة، أي خلل بهالخطوات فهي ممكن تؤدي للعقم. لذلك أو أي شيء. تمام. إذا كان بلش بسبب رئيسي اللي هو الذكر، لولا الذكر وين النطفة راح تجي النطفة؟ إذا هذا سبب يعني تقريبا يعني نسبة كبيرة فوق 30%، أحيانا 40. يعني سبب نص السبب هو الذكر. الذكر إذا عنده شذوذ بالنطاف، تشوهات نطافه، أشكاله وأحجامه مو طبيعية، فهون أو ما في ممكن هون الذكر علة سبب من أسباب العقم. تمام. الشغلة الثانية بنيجي المبيض اللي هو بده ينتج البيضة. إذا المبيض طبعا كمان 30 ل 40% من حالات الإناث العقيمات سبب المشكلة بالمبيض. المبيض إذا ما كان نشيط، ما تجاوب، ما استقبل التعليمات، نحن بنسميه مبيض مقاوم. يعني شلون مثل انت السماء عم ينزل مطر وينزل كبس، والارض ناشفه او صحراء ما بتعطي. تمام. فبسميه مبيض مقاوم. هذا المبيض اذا كمان ما اعطى انتاج البيضه كمان سبب، في اسباب كمان. بصير اورام، بصير كيسات، بصير مبيض متعدد كيسات، في كمان اصابات بالمبيض. نعم.
في عنا إصابة بالبوق اللي هو الناقل صح. والمغذي للبيضة اللي بدها تصل للهي. كل شيء حوالي البوق، كل شيء متعلق بالبوق، أي خلل فيه كمان بيمنع صح. الحمل. في عامل مهم كمان هو العامل العنقي، عنق الرحم. نعم. عنق الرحم نحن بنسميه تم الرحم. نعم. مثل شلون إنسان عنده التم لما بياكل إذا كان مجروح أو مقرح ما يقدر يبلع. تمام. قلاع أو كذا. تمام. يعني. تمام. نفس الشيء العنق. العنق شو وظيفته؟ العنق وظيفته إنه هو يوم اللي تكون الإباضة عم تحصل، الإباضة البيضة فقست. بالمناسبة البيضة بالشهر بيوم واحد تفقس فقط. فقط. لا. يعني مو كل يوم جاهز المبيض أو يفرز. بهداك اليوم يوم البيضة بدها تفقس، يعني مرحلة الإباضة بسموها، يبلش عنق الرحم يزيد إفرازاته، مخاط. نعم. بصير عنده مخاط زيادة. تماما. مشان شو؟ مشان يلقط النطاف ويسحبها. تماما. ويفوتها لجوا ويدفشها باتجاه البيضة. إذا أي إصابة بالعنق، تقرحات، التهابات، عامل النفسي الخوف والتوتر بينشف البوق، العنق كمان له دور بينعقم. ففي شغلات كلها مضبوطة، بس بنلاقي في شيء اسمه عقم غير مفسر. ما بنعرف السبب، لهلا ما انكشف. 10 ل 15% في عنق، في ما بنعرف لهلا. ممكن يوم من الأيام العلم يتقدم يكشف، يوصلوا في اسمه أسباب مناعية. أسباب مناعية شو هي؟ نتيجة الضغط، تتكون الضغط بجوا المهبل أو عنق الرحم، مخاط العنق ضد النطاف. سبحان. بس تجي النطفة هذا بتموته. تمام. ما بتفوت لجوا. رد فعل اندفاعي، ارتكاز. ممكن حتى هذا بصير ينتقل كمان، هالأضداد تتكون ببلازما بالدم وحتى بالنطاف كمان. فهي الناحية المناعية كمان سبب. طبعا نسبته مو كتيرة. في بالإضافة لكل هالأسباب في سبب كمان الالتهابات اللي هي بتعمل كل مشاكل كمان. كل شيء التهاب ينصاب أي عضو أكيد، سواء ذكر أو الأنثى، بيختل وظيفته. تختل وظيفته. وفي شيء كمان اسمه العامل النفسي، أو بسميه العقم النفسي. العامل النفسي الخوف، التوتر، الإرهاق البدني والذهني. تماما. كمان الخلافات العائلية الزوجية، يعني كلها بتأثر على إذن هاي كمان بتندرج تحت الأسباب. نعم. نعم. حقيقة معلومات جدا مهمة وجدا قيمة، وشرح كثير كان بظن يعني مبسط وموسع، يعني كان مفهوم بظن على موضوع آلية اللقاح وكيف بتصير البويضة وكيف بيتشكل الجنين. مشكور دكتور إبراهيم. دكتور، هلا يعني طرقنا لموضوع الأسباب. كيف بيتم هلا أنتم كأطباء نسائية كيف بتشخصوا العقم؟ وسائلكم التشخيصية، الإجراءات اللازمة لحتى تفسروا إنه هذا حالة عقم؟ أكيد يعني الطبيب الاختصاصي إنه هو مهمته إنه يلجأ للتشخيص حتى يعطي العلاج. نعم. فالتشخيص بالنسبة للعقم أو نقص الخصوبة نعتمد فيه على فحص السريري للمريضة. المريضة تجي اللي بتشكي من العقم، نفحصها، ناخذ قصتها السريرية. نعم. القصة المرضية، الأسئلة، هي مرضت، عندها مشكلة، تعرضت لأي أذية، جوزها تعرض مثل ما حكينا يعني هي قصة كاملة ناخذ من المريضة. بعدين نعمل فحص نحن بسموه بواسطة بروب المهبلي، الإيكو المهبلي. بنكشف إذا في شيء كتل، في أورام، في مشاكل يعني تمنع هالأمور كلها، تمنع الحمل. في شغلات باعتبار موضوع الهرمونات مهمة كتير. نعمل تحاليل مخبرية عادية وهرمونية. نعم. نبلش يعني نعمل دراسة كاملة حتى من السكر، من الأمراض العادية، من الهرمونات اللي تمام. الغدة الدرقية كتير مهم، والFSH شو الاستراديول، برولاكتين، هذول هرمونات.
وأهم من كل هدول إضافة للأهمية فحص السائل المنوي. تماما عند الرجل. إذا الرجل هو المفروض شريك مهم. المفروض من هنيك نبلش يعني. نعم نعم. نعم. هو أول ما نطلب هو السائل المنوي. نعم. بالمناسبة صحيح نسأل، بس نطلب إنه يعملوا السائل المنوي. ننفي لأنه هذا طرف مهم شريك. تماما. ونحن بنصل بسرعة لكشف مشكلة مع الزوج، إنه السائل طبيعي، زوج طبيعي. أما الزوجة عندها كتير أعضاء بتشارك بموضوع العقم، بنبحث كل عضو مثل ما هلا ذكرنا. طبعا في شغلة كمان بنلجأ إلى تصوير ظليل الباطن الرحم للرحم، نشوف بواري مفتوحة مسكرة، في تشوه بالرحم، في أرحام مشوهة ما بتتقبل الحمل، كلها كمان نكشفها. تماما. وطبعا نفحص كل شيء أعضاء التناسلية عند الشريكين. أحيانا يكون في تشوهات حتى خارجيا، وممكن في مشاكل تشريحية ممكن. طبعا في شغلة كان قديما يلجأوا لها، انه يعملوا فحص الإباضة بالبيت. انه كان مثلا او وقت الإباضة المرأة بتحس زيادة شوي بالحرارة، بتحس بألم حوضي، بيكون ألم الإباضة. يعني هاي طبعا بعد ما صار عندنا هالوسائل الثانية ما عاد كتير أكيد ما عاد. عصام الدين أكيد بعت لنا أيضا سؤال وسلامات. أكيد شكرا لكم جميعا. اليوم شوي الوقت عم يداركنا، وموضوعنا مهم كتير، ومحاورنا كتيرة، ونحن حابين يعني تشاركونا أيضا. ما بعرف الكنترول إذا بتعطونا قد معنا وقت تماما. للأسف الوقت كنت تعطونا 5 دقائق تانية كمان بالإضافة لل5 دقائق الموجودة. دكتورة هلا حكينا عن موضوع التشخيص كيف بيكون، إنه إيمت في احتمالية إنه الحمل يكون 0 في العقم؟ هلا هي في حالات، يعني نحن بهيك حالة باللغة العربية في شيء اسمه عقم وعاقر. العاقر التي لا تولد. أيوة. ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. نعم. العتية هو الزوج اللي كان نبي زكريا. نعم. عتية يعني الغصن اللي يبس بالمرة انتهى، ما في أمل بالإنجاب. تماما. والعاقر التي لا تولد. أما العقم ممكن نبحث بالإمكانية العلاج. فبهيك حالات هي مثلا إصابة جينية خلقية. نعم. يعني مثلا في أمراض تجي الصبغيات فيها تشوهات صبغية، فقابلية إنجاب عند هذا الزلمة أو هالمرأة ما في أمراض متعلقة بالصبغيات، تشوهات صبغية. وفي شيء اسمه أزوسبيرمي يعني إنه ما في نطفة عند الذكر. 0. هاي بتكون بحالات ضمور الخصيتين. ما فينا نجيب خصيتين ضامرة، وعدم إنتاج النطاف. في أحيانا ما في النطاف خارجية بالفحص، لكن بتكون محبوسة جوا. هي ممكن نلجأ لها بعدين في طرق ثانية. نعم. أكيد في طرق ثانية. طبعا في أمراض السرطانية أيضا كمان. أمراض السرطانية اللي بالجسم أو سرطان الرحم. كمان ما في قابلية. ومثل ما قلنا هلا التقدم بالسن كتير يضعف الخصوص. دائما العمر نلجأ له، لأنه هذا ما فيه رجعة. تماما. شغلتين ما فيه رجعة. عطب البيضة انه راحت عمرك، والتقدم بالسن بالنسبة للذكر كمان ما في. حتى عند الأنثى كمان. الأنثى والذكر. لا شوف في شغلة يعني هي كمان بنحكيها، انه العمر ممكن المرأة للسن 50 بتجيب، ممكن نادر. لكن ليش شو السبب الثاني؟ هو البيضة اللي هي ما لها نوعية. لذلك شافوا إذا جبنا بيضة من مرأة عمرها 20 سنة وزرعناها بالرحمة 50 سنة بصير حمل وبيكتمل طبيعي. فإذا البيضة كتير مهمة لنا، إنه هي الأساس. التربة اللي عم الرحم ممكن مع الهرمونات بنشكل لهم أرضية. تماما. البيضة ما بتجي. تماما. أكيد. دكتور، انه عوامل الخطوره عند حدوث العقم ونتطرق معه لعلاج العقم اثنيناتهم يعني في شغلات عم نعيدها لانه كتير مهمه بهالمواضيع. مثلا موضوع العمر، لما نقول العمر انه
كل ما تقدم الإنسان بالعمر وتأخر بالزواج، هي خطورة حدوث العقم كثيرة. تماما. فلذلك بنركز انه يا ريت اذا في امكانيه، طبعا ظروف هلا حاليا ما نستثني هاي الظروف، لكن قبل كان الزواج المبكر هو زواج ناجح. نعم. طبعا بعمر مقبول كمان بالنسبه أيضاً. بتعرف الظروف الاقتصاديه والماديه وكلها بتاثيرها. فاهم شيء انه التقدم بالعمر ما فيه رجعه، العمر فات خلص ما في. تماما. فهذا خطر اذا انت تاخرت، ما في تقول والله بدي ارجع 10 سنوات لاتزوج. صح. هذا راح. الشغله اللي كتير كمان مهمه طبعا قلنا ليش العمر؟ لانه عم تزيد، اولا بتنقص الخصوبه نتيجه نقص النطاف، نقص البيوت، وكمان بتزداد فيها الامراض الصبغيه اللي هي خلل، مشاكل، امراض مثل المنغوليه. نعم. امراض فيها كلها تشوهات. ايوه داون. نعم. فالشغله الثانيه زياده الوزن. ايضا زياده الوزن الهائل، يعني الوزن، السمنه المفرطه. نعم. البدانه السمنه او البدانه المفرطه عند هي الزوجين ايضا. عند الزوجين الاثنين، الانثى كمان، لانه في خلل هرموني عم يصير، وبصير وبنفس الوقت نقص الوزن الشديد كمان بيعمل هيك. تمام. في ناس نسوان بيعملوا ريجيم قاسي، بتشوف بصير اضطراب الدورة، بصير اضطراب الدورة. نعم. بصير خلل بالتوازن الهرموني. فالشغلة الثالثة كمان المهمة اللي هدول خطورة على العقم، يعني تنظر انه في، يعني انت عم تسيء لموضوع الانجاب، انه يكون تقوم بالتدخين والكحول والمخدرات. تماما. هي كلها كمان بتسيء، هي بتعطي خطورة للعقم. في طبعا امراض اللي كمان بجوز نحن مجتمعنا اقل، لكن امراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس. نعم. مثل ايدز، في تماماً. امراض كلاميديا، في امراض كلها بتعمل اصابات الطرق التناسليه، بتتسكر وبصير إعاقة. والحالة اللي أكثر شيء كمان لازم ننتبه لها دائما هو الإجهاد البدني والذهني. الفكر، التعب الزيادة، الإرهاق، خاصة هلا الإنسان عم يتعب من الصبح للمساء، بده يلبي حاجاته للأسف يعني. أيوة. فبيجي تعبان، فرطان، متوتر، قلق، مزعوج، مشاكل. طبعا بيأثر على إنتاج النطاف والبيوت كمان. وممكن يعمل انقطاع طمس حتى إذا كان كتير توتر، إصابة. المرأة الدورة كتير تتأثر بالعامل النفسي. نعم. هي كمان إضافة لهالأمور اللي كمان عوامل خطورة. وهلا هي كتير مهمة كمان، التعرض للإشعاع وتلوث البيئة. أيضا هلا بشوف تلوث البيئة نتيجة مواد كيميائية، تلوث بالإشعاع اللي جاي من برا، طبعا من حروب، من أكيد المناطق المنكوبة. أيوة. دائما تكون فيها تشوهات. وكمان يعني السموم البيئية، في سموم بالبيئة. مثلا ممكن تلاقي رصاص، زئبق، الدهان اللي يشتغلوا بالدهان، هدول كلهم مواد فيها البترول الخام كثير يعني الريحة، هدول الغازات. نعم. اللي بتنطلق عادم السيارات وفي كمان شغلات عوامل وراثية، مثل ما قلنا الوراثة دائما بالبال بكل مرض، بكل شيء. دكتور، كنا حابين نحكي عن محورنا الأخير يلي هو كنا إنه الوقت داهمنا، وهلا بعد الحلقة هو في نشرة الأخبار. الموضوع طفل الأنبوب هي البشرى السارة لأهالي المدينة، أهالي مدينة القامشلي، أنه المركز صار متوفر فيه، وفي حالات يعني إذا صح التعبير بقول أنه في حالات إيجابية صارت. وهلا هنين الدكتور رح يحكي لنا هيك بشكل موسع، ولكن خلال دقيقة. طفل الأنبوب المركز خدماته يعني بشكل هيك. هلا طفل الأنبوب إجا حل لكل العوائق اللي كانت تسبب أو ما تخلي، ما تفيد بالمعالج. نعم. كل الأسباب حاولنا، علاج دوائي، علاجات تانية، كل شيء. فاضطرينا أنه يلجأ لإيش؟ للطفل الأنبوب. الطفل الأنبوب هو التحايل على الزواج الطبيعي. تماما. يعني أنت بتجيب النطفة
بتاخدها من الزوج وبتجيب البيضة وبتخوض بالمخبر، بتلقحهم بتزوجهم مع بعض تمام. وترجعوا لجوا الرحم. مثل اللاجئ بيروح على التهريب طبعاً، على هاي دولة بدها- أوروبية أيوة. يعني. لكن هي باعتبار عملية حقن مجهري وليست فيزيولوجية طبيعية بطبيعة ضمن شروط معينة ومعايير. هون لذلك بتلاقي نسبة النجاح ما كتير قوية. نسبة النجاح ممكن نجاح إذا حسب العمر كمان نرجع نقول. أيضا النجاح بالعمر أقل من 35 ممكن تصل ل 50%، لكن إنه يكمل الحمل لولادة جنين حي أو وليد حي نسبة بتكون بيحتوي 30%. وكل ما تقدم العمر الإنسان بتقل نسبة النجاح العملية. لو نحكي شوي عن الأطباء اللي عم يشتغلوا بهالمجال عندكم بالمركز صاير بمشفى النور بمدينة القامشلي، وطبعا لو تحكينا عن حالات اللي صارت دكتور يعني. هلا نحن بآخر يعني فينا نقول جديد بلشنا الفترة الأخيرة. الشهر هذا اللي راح اشتغلت أنا 4 حالات، 2 منهم صار في حمل، واليوم اجت شفنا دقات الجنين وفرحنا وكل شيء، و2 أسقطوا ما كملوا. إذا في فرصة طبعا في بنحاول مرة تانية إن شاء الله، وممكن الفشل بصير لأنه ما في 100% النجاح، لأنه بالأساس عندهم أسباب. ممكن النجاح طبعا. هلا هو يعني نحن عم نشتغل بالنسبة المسموح فيها، فلما تنجح حالتين من أصل 4 أو 50% نعتبره نجاح. أكيد. فإن شاء الله نحاول نحل مشكلة كبيرة بوجود هالمركز اللي هي مشكلة النقل المرضى اللي كانوا يطلعوا يسافروا، يعني. المصاريف، التعب الجسدي مثل ما قلنا، والتوتر السفر. يعني هالإشكالات كلها نحن بهالطريقة وكون المركز موجود كمان بتنحل مع المواطنين. أكيد. طبعا مثل ما ذكرنا هذا هو كان خبرنا السار بالنسبة اللي عندهم مشاكل بالعقم. نتمنى لجميع المستمعين سواء كان ذكور وإناث اللي عندهم المقبلين على الزواج واللي عندهم مشاكل بالعقم ممكن يراجعوا مشفى النور أو مركز طفل الأنبوب. إن شاء الله تكون فرص الإنجاب عندكم. طبعا نتشكر جزيل الشكر للدكتور إبراهيم ملا محمود، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها، مدير مشفى النور بمدينة قامشلو، على الاستضافة الحلوة والمعلومات الجدا قيمة. ألف شكر لكم دكتور. كلمة أخيرة وبننهي اللقاء دكتور. أنا كلمة أخيرة لكل امرأة ولكل قبل الزواج كل رجل إنه يعملوا يخضعوا لفحوصات دورية قبل ما يتزوجوا مشان ما يقعوا بإشكالات ويتداركوا الموضوع قبل. نعم. حتى الفتاة قبل ما تتزوج ضروري يعني كمان بتفرق معها انه فحوصات ممكن تنقذها من كتير مشاكل. وكمان نحن بنقول دائما يبتعدوا عن المواد السامة، على التدخين، على المخدرات، على الكحول، الأرجيلة لازم هاي ضروري نركز عليه. لازم جداً. إقلاع عن الأرجيلة كتير ضررة خاصة دارجة كتير. فأتمنى أنه يستفادوا كل السامعين مستمعين من هالمعلومات، وأتمنى الخير للكل والإنجاب للكل اللي تنحل مشاكلهم إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك دكتور. شكرا لزملائي بالكنترول، وبنعتذر عن أخذ الوقت عن تعدينا على موضوع الأخبار. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا. على أسئلتكم أكيد رح نجاوبها على البث المباشر، الدكتور أكيد رح يجاوبكم. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم وبحلقة جديدة وضيف جديد. سلامي لزملائي شيرين ومروان. تضلوا بخير وسلامة الأسبوع القادم.